مساء الخير على جميع السادة الحضور. نرحب بجميع الضيوف من جميع البلاد العربية والأجنبية. والآن سوف تنطلق فعاليات مهرجان أوسكار ايجيبت في دورته الرابعة المهداة للفنان الراحل نور الشريف برئاسة الفنان عادل عمار، والمشرف العام المخرج مصطفى الدرداش، والمنسق العام الفنان وليد عبد الحميد. والآن مع كلمة رئيس المهرجان الفنان عادل عمار، فليتفضل إلى المنصة. مساء الخير عليكم جميعا. اولا انا بشكركم جدا جدا جدا، وبشكر كل الحضور اللي شرفوني النهارده وبيساندوني وبيأخذوني واقفين جنبي. بشكر طبعا الاستاذ احمد البدري على حضوره. بشكر الاستاذ زياد طباع المخرج العراقي الكبير. طبعا بشكر الاستاذ الحاج الكبير محمد شاطر، يمكن اللوجو بتاعه ما نزلش لاني جبت وقت متاخر. طبعا انا بعتذر له، لكن ان شاء الله هعوض ده كتير في الايام اللي جايه. طبعا انا بشكر الاستاذ خالد، وبشكر الاستاذه مي حلمي، بشكر الاستاذ محمود مرشد، والاستاذه نشوى زياد، ومدام نوسه، ومدام شوشو، ومي خالد. بشكر كل الحاضرين، انا يمكن عيني مش شايفه الحاضرين الموجودين، لكن انا بشكركم جدا. وبشكر شباب السينما المستقله، بقول لهم ان انا مش هتكلم عنكم وهكمل المشوار علشانكم. انا مش هبالي في اي كلام بيتقال عليا. انا يكفيني قوي ان انتم تقفوا جنبي وبتساندوني، وبتمنى لكم مهرجان رائع. مشاهدينا الكرام، ولسه مكملين معاكم اوسكار ايجيبت 4 تغطيه خاصه النهارده. والنهارده عرس جميل جدا، عرس فني، شايفين ما شاء الله مجهود كبير، مجهود متميز عشان نلقي الضوء اكتر على اوسكار ايجيبت. والنهارده في الدوره الرابعه مش هيكون معانا احسن من مؤسس المهرجان ورئيس المهرجان الفنان الجميل عادل عمار. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك، وسعيد بلقائكم. وانا على فكره انا اهلاوي يعني. دي احلى حاجه. الله يخليك. ربنا يخليك. أمرني. فنان جميل النهارده ما شاء الله. انا شايف يعني اولا النجاح مش بيجي بالسهل، وانا عارف ان حضرتك ما شاء الله يعني بتبذل مجهود كبير جدا عشان خاطر الفن، وعشان خاطر تعمل مهرجان راقي زي ما احنا متفرجين النهارده. وخاصه النهارده المهرجان بيهدي الدوره الرابعه لروح الفنان الجميل نور الشريف. يا ريت تكلمني اكتر النهارده عن المهرجان. مهرجان اوسكار ايجيبت دي دورته الرابعه، مهداه لروح الفنان الكبير زي ما انت قلت نور الشريف. بيشارك في المهرجان معايا 37 فيلم من 7 دول: السعوديه، العراق، تونس، المغرب، الجزائر، بريطانيا، فلسطين، فرنسا. جاي لي 48 ضيف من الدول العربيه والاجنبيه علشان يتكرموا معايا في المهرجان ومشاركين بالافلام بتاعتهم. جايين الشباب بالسينما المستقله اللي بيتكرموا في المهرجان معايا دعما ومؤازره ليا في هذا المهرجان. انا المهرجان ده فكرته الاساسيه مبنيه على تكريم الشباب في كل المجالات الفنيه. يعني مش ممثل بس ولا مؤلف ولا مخرج، لا، ده ممكن كمان اكرم ملكه جمال الاناقه زي ما انا بكرم المهندسه امنيه ابراهيم، شايفه حد متفوق. بكرم كمان ملكه جمال الدلتا الدكتوره ولاء زينهم. بنكرم الشباب بالسينما الصاعد، بنكرم الموديل فاشون، بنكرم المطربين، بنكرم المخرجين. جائزه الاوسكار الصغيره اللي انا بهديها له دي، بقول له دي اعتبرها حافز ليك، كمل مشوارك، حطها قدام عينيك تنور لك المشوار بتاعك. احلم بالاوسكار الكبير انك توصل له، مش هيبقى صعب. صدق حلمك هتحققه. خلي يا دام عندك اراده يبقى كمان في إدارة للإرادة علشان تنجح وتكمل المشوار بتاعك. مش عايز أقول لك كمية الهجوم الغير عادي على شخصي وعلى المهرجان عشان المهرجان ما يتعملش. بس ده نجاح ان انت تصمم على ان يكون المهرجان موجود. انا بطبيعتي شخص عصامي، يعني بنى عادل عمار هو اللي بنى نفسه، مش حد بنى عادل. وانا بحب دايما انجح من خلال الازمه، ما احبش انجح نجاح البسيط السهل. احب دايما ان انا لما اؤمن بالفكره اجري على تنفيذها ولا تحقيقها، مهما تقابلني بقى صعوبات اكمل. لكن الصعوبات الغير عاديه والتشكيك في نزاهتك وتشكيك في شرفك وفي ذمتك الماليه ده شويه بيضعف شويه، لكن في الاخر بقوم وبكمل المشوار. صدقني مجموعه الكبيره اللي موجوده من الشباب اللي واقفه ورا وبتساندني هم دول اللي بيخلوني اكمل المشوار. النجاح بعد 3 ايام العرض للمهرجان بيخليني شويه منتشي، اللي انا عملت حاجه جيده.
وكمان لما انا الشباب اللي بيطلعوا يتكرموا او الضيوف اللي بيتكرموا بيطلعوا بشوفها على السوشيال ميديا من خلال صفحاتهم، وبلاقي كلمات الثناء وكلمات الحب وكلمات الفرحه من خلالهم، انا بحس ان انا عملت فعلا حاجه كويسه. ده جميل. دايما بيقول لك انسان من غير هدف زي مركب من غير دفه، الاثنين بينتهي بيهم الامر للصخور. قد ايه فكره ان بنشوف مهرجانات كتيره وكبيره بس ما بيكونش فيها اهتمام بالشباب. لما النهارده نلاقي مهرجان بيهتم بالشباب، ودايما انا في برامجي في التلفزيون المصري في اي قناه دايما بهتم بفكره الشباب، لكن النهارده احنا لا مش ده، احنا لازم كلها الدوله كلها تبقى واقفه النهارده مع مهرجان بيدعم الشباب. النهارده زي ما حضرتك بتقول لما الشاب ياخد جايزه هي اوسكار لحلمه الكبير وبتحط قدامه هدف، فالنهارده انت بترسم له حلم وبتقول له احنا معاك وبنساندك، فانا اعتقد ان حضرتك حتى هتفضل بنفس الفكر ده شباب على طول ما شاء الله. بص يا صديقي العزيز، الشباب المصري محبط جدا نظرا لطبعا كذا ثوره وغلاء الاسعار، فاصبحت هذه القوه الناعمه اذا ما كنتش تحتويها هتحصل كارثه. انت لو احتويتها هتبقى لصالح المجتمع، لو سبتها هتبقى ضد المجتمع. فالافضل انك تيجي تقول له ايه، انت موهوب ومش لاقي فرصه، لا يا عم انور لك طاقه نور، تعالى اكرمك وانت في بدايه مشوارك، مش شرط انك انت تبقى سوبر ستار عشان اكرمك. انت فاهمني؟ انا ممكن اجيب واحد او اتنين من الكبار اكرمهم وفي الاخر اكمل المشوار بالشباب الصغيرين. صح. بس يعني انا عايز اقول بالفكر الجميل المستنير المتميز ده، انا بجد بحيي حضرتك جدا قدام الكاميرا، بقول للجمهور ده فكر جميل جدا، نتمنى انه يتعمم بشكل كبير ويكون في مجالات مختلفه في الفن والرياضه والسياسه ودي، ونخلي الشباب نقول هم الامل في بكره. فنان الجميل عادل عمار هتظل فنان جميل بسيرتك الجميله، والشباب دول هيفضلوا يفتكروك على طول. انا بحييك على المهرجان وانا معاك قلبا وقالبا، وبالتوفيق دايما يا رب. شكرا يا فندم، شكرا لحضرتك، مع السلامه.